كل سنة وانتم طيبين، عيد أضحى مبارك عليكم، وحشتوني كتير كتير يا كل متابعيني. معلش يعني أنا مقصرة في حقكم وبعدت عنكم كتير قوي، بس إن شاء الله رجعت لكم تاني وهستمر معاكم. واللي بعدنا عنكم والله كانت ظروف عندي، يعني ظروف بحلوها ومرها هبقى أحكي لكم عليها بعدين. بحبكم كتير في الله، ربنا يديمكم ليا يا أجمل متابعين. النهاردة بقى هنعمل مع بعضنا راس الخروف، هعرفك إزاي تشيلي القرن بتاع الخروف، ازاي تنضفي الراس، ازاي تقطعيها، ازاي تشيلي الشعر منها بكل سهولة. تمام. يلا كلكم تعالوا معايا، لان والله الموضوع ده يعني في ناس كتير ما بتعرفش تعمله، حتى كمان في امهات ما بتعرفش تعمله، وانا كمان كنت زيكم ما بعرفش، بس الحمد لله اتعلمت. قلت افيد بيه متابعيني الغاليين. تعالوا معايا نشوف هنطلع القرن بتاع الخروف ازاي، وهننضف الراس بتاعت الخروف بتاعتنا دي ازاي. ويا ريت تدوسوا زر اعجاب، ولو اشتراك هيكون شرف كبير ليا. وزي ما انتم شايفين كده انا شلت القرن بتاع الراس دي يعني هما راسين، فانا شلت القرن بتاعت دي من ورا الكاميرا، وهشيل القرن ده قدامكم يا جماعه عشان اوريكم ازاي تشيلوه بكل سهوله. هتمسكي السكينه وتخبطي عليه كده خبطتين، وهيطلع معاكي على طول. هتلفيه طبعا يمين وهتلفيه شمال لغايه ما يطلع معاكي. ممكن يكون يعصلك شويه معاكي، بس يعني تفضلي تخبطي فيه بالسكينه كده، وبعدين هيطلع معاك على طول بكل سهوله. تمام كده يا ست الكل. طبعا هتجيبي حله وتحطي فيها ميه على النار، والميه تكون بتغلي. تمام. هتنزلي بقى بالراس بتاعتك اللي هي راس الخروف في الميه، وبعدين هتشيليها على طول، يعني مفيش 10 ثواني وتطلعيها. تقلبي وتعدلي فيها في كل ناحيه، وبعدين هتطلعيها. وزي ما انتم شايفين كده ام منى بتعمل ايه، هتجيبي سكينه تكون يعني حاميه، تشدي في الشعر بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. طبعا الفيديو موضح نفسه. اللي عملناه طبعا في الراس هنعمله في الرجلين بتاعت الخروف. هنمسك الرجل كده بتاعت الخروف ونحطها يا جماعه في الميه السخنه، وبعدين هنشيلها ونجيب السكينه زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين بالشكل ده هنشيل الشعر، وبيطلع معاك الشعر بكل سهوله. تمام كده. طب هنكتفي بكده؟ لا طبعا مش هنكتفي. بعد بقى ما هشيل كل الشعر يعني كده، هاخده بقى معايا وهنشوف هنعمل ايه. هنعمل خطوة تانية كمان، خليكي معايا عشان تشوف الخطوة التانية اللي هعملها ايه للشعر اللي هيتبقى مني. ما هو مش كل الشعر يا جماعة هيطلع، يعني هتفضل معاكي شعراية كده كده، يعني هعرفك تشيليها ازاي. تمام. زي ما انتم شايفين، حط لايك يا قمراية منك ليها. يلا اوعي تنسى اللايك لأم منا. وما شاء الله شايفين يا بنات كمان بايدي اهو مش بالسكينة، بيطلع معايا بكل سهولة. وهنطلع بقى اللي هو ايه، اللي في رجل الخروف ده اللي من تحت كده، هنطلعيه برضو بالسكينة. هنشيلها بقى بمنتهى السهولة زي ما انتم شايفين كده. يلا كل البنات اللي في سنة أولى مطبخ يلا يا جماعة بسرعة عندهم منا، الفيديو ده هيفيدكم كتير قوي. شايفين ما شاء الله الشعر كله طلع. بقولك حط اللايك. هي بقى الخطوة التانية، انا كنت شلت الشعر كله وخلصت يعني كده. اول خطوة اللي هي السليق على النار ونشيل الشعر بالسكينة. طيب هتتبقى معايا شعرية كده كده، هشيلها ازاي يا ام منا؟ هتولعي البوتاجاز بتاعك وتجيبي الراس بتاعت الخروف، وهتمشيها على عين البوتاجاز بالشكل اللي انتم شايفينه ده يا بنات. وما شاء الله هتشيل كل الشعر المتبقي معاكي، مفيش اي شعرايه هتكون معاكي في راس الخروف او في رجل الخروف. لما تيجي تاكليها تلاقي الشعرايه طبعا نفسك مش هتقبل ان انت تاكليها خالص لما تلاقي حاجه زي كده. لا احنا بغنى عن كل ده، هنمشيها على عين البوتاجاز يا بنات، وهتدينا اللون الجميل اللي انتم شايفينه ده، وهتشيل معايا اي شعر متبقي. شايفين ما شاء الله؟ حطوا بقى لايك لمنا. وما شاء الله هنا خلصت الأرجل بتاعت الخروف اللي هي الكوارع، وخلصت الراس. شايفين منتهى السهولة، ما خدتش معايا وقت يعني خالص. شايفين يا بنات؟ هنا بوريكم بقى الجمال، وبقولكم شايفين الجمال؟ شايفين ما شاء الله نضفت معايا تماما. دلوقتي بقى هجيب السكينة وهوريكي ازاي تقطعي راس الخروف. ممكن تسويها على كده، بس عايزه اقولك على حاجه. راس الخروف يا جماعه بيكون في المخ بتاع الخروف بيكون فيه دود. ايوه بيكون فيه دودتين في راس الخروف في المخ. تمام كده يا بنات؟ ممكن المعلومه دي مفيش حد كتير يعرفها. اول ما تشيلي المخ بتاع الخروف هتلاقي تحت منه دودتين يا جماعه، ضروري دول يطلعوا. فاحنا هنقطع بقى راس الخروف علشان خاطر نشيل الدتين دول. وكمان هشيل الاسنان بتاعه الخروف، يعني هننضفها نظافه. مفيش بعد كده. هنا بقى انا بوريكي الارجل رصاده كده على الصينيه.
وبوريها لك وبوريك الراسين اهو زي ما انتم شايفين، وما شاء الله النظافه مفيش بعد كده اهو زي ما انتم شايفين. هجيب بقى السكينه وهنقطع بالشكل اللي انتم شايفينه ده. السكينه زي ما قلت لك تكون حاميه وتقطعي، شايفين يا بنات؟ هتقطعي كده بالراحه، تمشي بالسكينه وحاسبي بالراحه تعملي، لان ممكن السكينه تعورك، فتسلكي بقى كده السكينه بتاعتك بالراحه وتقطعي بالراحه. يلا بقى كل الستات تشتغل جزاره بقى كده في بيتها، وتشوف الفيديو ده هيفيدها والله العظيم، يعني هتتعلم منه كتير. هنقطعها بالشكل ده اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله. طبعا السكينه بتاعتي حاميه فماشيه معايا بكل سهوله. واستعنت طبعا بالهون بتاعي، حطيته كده على الصينيه يعني، وبحط عليه الراس بيسهل لي كتير في التقطيع اهو زي ما انتم شايفين. كمان لو في حاجه عصلجت معايا جبت ايد الهون وبحط السكينه واخبط عليها كده يعني، والسكينه بتمشي على طول. اه شايفين بقى هنا بوريكي الاسنان والضروس بتاعه الخروف، ضروري دي نشيلها. كله ده هيتشال يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين. عيدتم؟ ذبحتوا الاضحيه؟ كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. كل سنة وانت طيبة يا أم كريم يا حبيبة قلبي، وحشتيني كتير كتير. أم لؤي حبيبتي، كل متابعيني الغاليين، فوزية، والله أنا مقصرة يعني في حقكم كلكم، كلكم وحشتوني كتير كتير قوي. أم أسامة الغالية، كل سنة وانت طيبة انت والعيلة الكريمة بتاعتك، وحشيني كتير والله العظيم يا جماعة الخير. يا أجمل وأغلى متابعين في الدنيا، كل متابعين أم منا الغاليين، يعني أهلي وأخواتي والله وعلى راسي من فوق. شايفين هنا بوريكم ازاي قطعتها بكل سهولة يا بنات ما شاء الله. هنا بقى بشيل المخ، وتحت المخ ده بيكون في ايده التانية يا جماعة، ممكن الكاميرا ما تكونش وضحته معاكم، بس ضروري تطلعي المخ كده وتشيل الدوتين اللي بيكونوا موجودين. طبعا هتغسلي الحاجة بتاعتك كويس قوي، اهم حاجة النظافة. تمام. هنا بقى انا بشيل الضروس دي، شايفين ما شاء الله. اي حاجه مش كويسه بقى نشيلها. هنا بقى اللي هي الحته المنطقه بتاعه الانف برضو بقطعها كده وبشيلها كلها، شايفين اهو بالشكل ده. يعني بنضفها نظافه مفيش بعد كده، تاكلي بقى وانت مغمضه عينيكي. هنا بقى المخاصي يا جماعه هعملها لكم بطريقه جميله، حطاها معاكم كده ترانشات، وهعملها لكم كمان على البوتاجاز هنسويها معاكم. تمام. عايزه اقول لكم ان المخاصي دي بتتباع يعني في المطاعم غاليه جدا، والكيلو بتاعها غالي جدا قوي يا جماعه. فانا هعملها لكم بطريقه جميله زي ما انتم شايفين. قطعتها طرنشات كده وحطيتها في طاسه فيها زبده سمنه زيت اي ماده دهنيه تستخدميها. تمام كده يا ست الكل. وكمان رحت جبت بقى فلفل اسمر كزبره كمون، وتبلتها كويس قوي، وترش بقى عليها كده، اكليها بقى لاولادك اكليها لجوزك يعني، اللي يحب بقى ونفسه تقبل ياكلها. هو زي ما انتم شايفين وما شاء الله. وهخليها تاخد لون جميل معايا يعني تتحمر من تحت ومن فوق. تمام كده عشان لما نيجي ناكلها تفتح نفسنا بقى كده ويكون طعمها جميل. تمام كده يا ست الكل. هنا بقى كنت انا خلصت المخاصي طلعتها شلتها يعني، وهنا الخصية التانية دي بتاعت الخروف هقطعها برضو معاكم. عايزه اقولك اللي بيكون يعني في كيس كده، بيكون في كيس بنشيل الكيس بتاع اللي هي لابساه يعني كده قشرة كده عليها، بنشيلها كلها وبعدين بنقطعها عشان تتقطع معاكي بكل سهولة. تمام. حط لايك بقى لو منا اهو زي ما انتم شايفين. خلاص بعد ما خلصت اللي هي المخاصي، جبت حلة بقى وحطيتها على النار، وجبت مية كده وخليت المية تغلي، ونزلت فيها ايه يا جماعة، نزلت فيها اللي هي الراس، لحمة الراس. بخليها تاخد غلوة واحدة بس مش اكتر من كده، بتطلع بقى الريمة والحاجات الوحشة اللي فيها وبشيلها على طول، علشان كمان هسويها معاكي. تمام. اهو زي ما انتم شايفين يا بنات. وغلوة واحدة بس مفيش اكتر من كده. وهنشيل المية دي وهندلقها،
وهنشوف هنسويها ازاي. هسويها لك بقى بالطريقه الصعيديه بتاعت ام منى. هنا بقى بغسل اللي هو ايه المنبار يا جماعه بتاع الخروف كده، اللي شايفين بقى اللي طلع منها قلبتها كده وبتتقلب معايا بمنتهى السهوله، وغسلتها غسله مفيش بعد كده طبعا بالملح. انا اختصرت بقى الفيديو، اختصرته معاكي يعني وكده علشان ما يكونش طويل عليكي. كمان نضفت يا جماعة الكرشة والفشة، يعني نضفتهم برضو من ورا الكاميرا اهو زي ما انتم شايفين، وما شاء الله كل حاجة بقت معايا زي الفل. هسويهم بقى معاكم، وهحط لكم بقى ايه اللينك بتاع تنظيف الكرشة في صندوق الوصف، وتنظيف الفشة، وكمان تنظيف المنبار ازاي تنضفوا المنبار بكل سهولة. هحط لكم كل اللينكات دي في صندوق الوصف، واللي حابب حاجة وعايز يعرف حاجة يدخل على اللينك ويشوفها. طبعا الطريقة الصعيدية، جبت بصل كتير قوي يعني حوالي كيلو بصل، قطعته يا جماعة الخير ما شاء الله بالشكل ده، وهخليه ياخد معايا اللون الذهبي زي ما انتم شايفين بالشكل ده يا جماعة. اول بقى ما ياخد اللون الذهبي هنزل بالحاجات بتاعتي. انا مش هسوي كل الكمية دي يا جماعة، هسوي نصها واشيل النص التاني يا جماعه، هكيسه واشيله في اكياس في التلاجة بتاعتي تمام كده اهو زي ما انتم شايفين. وبحط كده وبقلب كده في البصل. يعني عايز اقولك ان الفشه والكرشه انا ربطتهم بالمنبار، عملتهم كده احنا بنقول عليهم هنا لوايه، لوتهم كده لوايه يعني لووا كتير قوي زي ما انتم شايفينها كده تمام. وعملتهم وما شاء الله يعني كده، يعني قطعه من الكرشه قطعه من الفشه، وجبت حته من المنبار ورحت ربطاهم مع بعض. هنا بنسويها دي لوايه تمام كده يا جماعه اسمها كده. وما شاء الله زي ما انتم شايفين قلبت بقى كده، شربت البصل كويس قوي. لازم تقلبي كتير في البصل، وتحطي بقى البهارات بتاعتك اللي هي الفلفل الاسمر كمون والملح. الملح طبعا مش هنحطه دلوقتي، هنحطه لما تقرب على سوا تمام. يعني لو اخدت ساعه معاكي هتحطيه في اخر ربع ساعه، انا بمثلك تمام كده يا ست الكل عشان تستوي معاكي بمنتهى السهوله. كمان هتجيبي ايه، هتجيبي إيه 2 حبه من النوى بتاع البلح، هترميهم معاكي كده في الحله. عايزه اقولك بيسوي معاكي الاكل، يعني لو الاكل بتاعك هيستوي بساعتين هيستوي معاكي بساعه تمام كده. بعد بقى ما قلبت اللي هي اللواوي اللي انا قلت لكم عليها اللي هم الكرشه والفشه والكلام ده، قلبته كويس قوي، شربته البصل، نزلت بقى بكام قطعه كده من لحمه الراس اللي انا قطعتها، وكمان الرجلين اللي هي الكوارع بتاعه الخروف، وهقلب كله في بعضه. يا سيدي يا سيدي على الريحه ما اقولكيش، والله تاكلي صوابعك وراها ما شاء الله. الطعم حكايه خرافه يا جماعه. هنا احنا بنسويه بالطريقه دي الطريقه الصعيديه، بس ايه بقى ما شاء الله الريحه يعني بتكون موديه لاخر الدنيا، تكون كده مفحفحه ومعبيه البيت كله جيران شامين الريحه. خلاص كده هنغطيها بقى بالميه، وهنغطي عليها ونسيبها تعيش حياتها. هتستوي بقى على نار هاديه، نار متوسطه. الاكل بتاعك لما تسويه على نار متوسطه بيبقى معاكي طعمه جميل جدا. وهنا بقى بوريكي كانت خلاص دخلت على سوا ما شاء الله. شايفين ده بالدوب، ده بالدوب ما شاء الله. هي كده تقريبا استوت معايا. عايزه اقول لك ان انا ضفت الملح بتاعي في اخر ربع ساعه زي ما قلت لك. ما شاء الله استوت وده بالدوب. خلاص كده هنطفي النار عليها، واحلى شويه شوربه هتاكلي صوابعك وراها. يلا بقى قومي اعملي الرقاق واعملي احلى فته بالشوربه الجميله دي. وهنا بوريكي الاكل بتاعي بعد ما خلص. ما شاء الله على الجمال وعلى الريحه. يلا بسم الله يا كل متابعيني وحشني كتير والله. شايفين جمال الاكل؟ طب شمين ريحته، الريحه ما اقولكوش بقى، الريحه جايبه لاخر الدنيا يا جماعه. شايفين هنا بقى بوضح لك، شايفين هنا بقى الكرشه والفشه اللي انا عملتهم لواوي زي ما قلت لكم كده اهو. ما شاء الله يعني الطفل كده يمسك اللوايه ياكلها وياكل صوابعه بقى بعديها. ما شاء الله. حطوا له لايك لو الفيديو عجبكم، ويا ريت تشيروا الفيديو يا كل متابعيني، ويا ريت كل متابعيني يجوا يشوفوا الفيديو يا جماعه، لان محتاجه وقفتكم معايا. عايزه اقوم القناه يا جماعه، القناه يعني اليومين دول نزلت خالص، فمحتاجاكم معايا، يعني محتاجه وقفتكم معايا يا جماعه، يعني مشاهده كامله. واللي يقدر يشير يشير بالله عليكم. وانتظرونا في فيديوهات تانية كتير عندهم منا اكلات مخبوزات حلويات، كله عندهم منا في الدار ان شاء الله، انكم اجمل الاكلات الصعيديه. وان شاء الله
هاستمر معاكم بإذن الله. أترككم في حفظ الله وأمن رعايته، مع ألف سلامة يا كل متابعيني، وكل عام وأنتم بخير.